السلام عليكم. النهارده هنعمل كبده اسكندراني وهعمل جنبيها شويه مكرونه، وهنشوف هنعمل ايه تاني جنبها. انا هنا الكبده دي انا مقطعها كده صغير عصافيري كده، حطيت عليها خل، غسلتها بالخل وحطيت عليها 4 ليمونات وقلبتهم على بعض وسبتها تصفى. ومعايا هنا ده فلفل حامي على رومي على توم، ومعايا التوابل بتاعتها ملح وفلفل اسود وكزبره بس كتير وشويه كمون، والملح ما بحطوش الا في الاخر لما بتستوي. وهنا انا حاطه الزيت اهو على النار، هحطها في الصينيه عشان تبقى واسعه، عشان انا ما شاء الله عامله كميه، انا حطها في الصينيه عشان تاخد راحتها. هسخن الزيت كويس وهحط فيها الكبده. الزيت اهو سخن معاه، كده احط عليه الكبده كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. افردها كده عشان تاخد لون. بصوا هنا بقى ادي الميه اللي بتنزل الدم بتاعها، وكل حاجه بينزل بالخل والليمون. ده احنا بقى خلاص بيترمي، ما بيبقاش فيه زفاره في الكبده خالص. انا هنا اهو حطها على نار عاليه، ما تخليش على النار خالص بالمنظر ده، وابتدي احط عليها، هاخد شويه كزبره وشويه فلفل صغيرين وشويه كمون، ده في البدايه بس. وهاخد معاها شويه توم على فلفل حامي بالمنظر ده، وده بخليه للاخر. واحط عليها كمان شويه خل. بسم الله. هخليها بقى لغايه لما تغير لونها وتستوي، هنشوف في الاخر هنعمل فيها ايه تاني. هي خلاص كده، بصوا شغل حاجه بسيطه اهي هتتشرب. هبتدي احط عليها بس نقطتين خل كمان، هحط عليها التوابل ملح وفلفل شويه كمون وكزبره وشويه بهارات احنا نسيت اقول لكم فيه بهارات احنا. وهحط كمان فلفل تقريبا، وده باقي الفلفل والثوم، فلفل حامي على الرومي والثوم. هقلبهم وفي الاخر خالص هحط عليهم الليمون والخل. بعد ما يتشربوا على النار مع بعض هروح حاطه الليمون، وهحط ليمونتين عشان كمان ما شاء الله هيبقى كتير. هحط ليمونتين فوق الوش واقلبهم تاني واطفي عليهم النار. طالما حطيت الليمون يبقى خلاص هي اخر حاجه واطفي عليها النار عشان المره المنظر ده. الملوخيه ديت يا جماعه اللي انا كنت بحطها في الفريزر وبضربها في الكبه وبحطها على الشوربه وهي بتغلي. المنظر اللي انتوا شايفينه ده الاخضر وحلوه ازاي، بس انا بحط لها سنه كربونات بيخلي خضرها احلى واحلى. هي مجرد ما بتغلي كده اهي هبتدي اعمل لها الطشه اهي، هي كده بتطلع من الجوانب بقى اشيلها كده. بسم الله. ودي الطشه بتاعتها عباره عن توم وشعره ملح وكزبره ناشفه احمرها واطشها عليها. توم اهي، توم وكزبره ناشفه وشعره ملح والسمنه طبعا اهي. ما تخليهاش تحمر قوي عشان ما تمررش معاكي اهي كده. واحده سخونه المنظر ده كده اهي، هنرشها بقى. بسم الله. ناخد حبه كده على دول وننزل كمان فوق اللي في الطاسه، احلى حبه اللي في الطاسه دي المنظر ده.